التكيف في النبات استكمالا للمراجعة. شجرة الكابوك بتنمو على شكل مظلة وبيتجاوز ارتفاعها 70 متر. طب هي بتكون فين؟ في غابة الأمازون في البرازيل. طيب المشكلة صعوبة الحصول على ضوء الشمس. طيب التكيف التركيبي لا تمزقها الرياح لأنها ذات عروق شبكية تشبه راحة على اليد. طب الجذور كبيرة وعريضة وبتسمى بالجذور الداعمة، الجذور بتاعها ضاربة في الأرض، لم يتم غرسها بعمق في الأرض، حيث تنمو لأعلى لتثبيت الشجرة في مكانها. يمكنك الوقوف بين الجذور لأنها قد ترتفع حوالي 5 متر عن الأرض، في واحد واقف فوق بين الجذور. طيب التكيفات السلوكية بتفرز رائحة لذيذة لجذب الخفافيش إليها، تحمل ريح بذورها الصفراء ناعمة عبر الغابة. طب شجرة الصمت، اتكلمنا عن شجرة الكابوك وقلنا إن هي في البرازيل وارتفاعها 70 متر، والمشكلة إن هي ما بتقدرش تحصل على ضوء الشمس. الورق ما بيمزقهاش الرياح لأن هي لها عروق شبكية تشبه راحة اليد. طب الجذور كبيرة وعريضة بتضرب في الأرض وبنسميها الجذور الداعمة. لم يتم غرسها بعمق في الأرض حيث تنمو لأعلى لتثبيت الشجرة في مكانها وأنت تقدر تقف بين الجذور. طيب التكيفات السلوكية بتفرز ريحة لذيذة عشان تجيب ريحة جذابة، ريحة حلوة عشان تجيب الخفافيش، بتحمل رياح بذورها الصفراء الناعمة عبر الغابة. التكيفات السلوكية. طيب الصمت، شجرة الصمت ده غابات السافانا في جنوب أفريقيا. المشكلة النقص الشديد في المياه خلال فصول الجفاف. طب التكيفات التركيبية، الورق بتاعها صغير جدا جدا وبينمو على قمة الشجرة، لا تستطيع الحيوانات عادة الزرافة للوصول إليها. طيب مش هتقدر تاكل الورق بتاعها لارتفاعها العالي ولأنها تمتلك أشواك حادة لحمايتها. يبقى الورق بتاع الشجر عالي جدا وفيه شوك. أهمية الأوراق تحتفظ بالماء أثناء امتصاص ضوء الشمس اللازم لإنتاج الغذاء. الجذور لها جذور طويلة تبحث عن الماء لمدة 35 متر تحت الأرض. الجذور بتاعها بتضرب الأرض 35 متر، يسمى الجذر الوتدي. الجذع بتختزن فيه الصمت، شجرة الصمت الماء. الجذع ده بنسميه ده الجذع بتختزن فيه شجرة الصمت الماء. التكيف السلوكي، يبدو الحيوان في تناول أوراق الشجر الصمت. تبدأ الشجرة في إفراز السم لجعل طعام الأوراق سيء. لما في حيوان يحاول ياكل من شجرة الصمت، لا ده فيه سم. ترسل رسائل كريهة، الريحة بتاعتها سيئة كريهة بتخلي الحيوانات تنفر منها. طيب الصنوبر، شجر الصنوبر ده مشهور في لبنان أوي. بيئة ثلجية، فروعها قصيرة على شكل مثلث أو هي حتى ينزل الثلج ولا تنكسر الفروع. تمتلك أشواك بدل من الأوراق حتى لا تفقد الماء. زنبق المية أو زهر اللوتس، البيئة المستنقعة، الأوراق عريضة تطفو على الماء لامتصاص أكبر قدر من ضوء الشمس. ده كان عندنا في مصر على النيل. أشجار المنجروف، البيئة مياه مالحة، الجذور طويلة وقوية لمقاومة الأمواج. النخيل في البيئة الصحراوية، الأوراق صغيرة، جذور سميكة تمتد تصمد أمام الريح شديدة العاصفة. التين الشوكي بيعيش في البيئة الصحراوية، له أشواك حادة وغطاء خارجي خشن حتى تمنع الحيوانات من أكلها. ما سبق النباتات تنمو في أي مكان يصل إليه ضوء الشمس حتى في قاع الجليد. تمتلك النباتات تكيفات سلوكية وتركيبية تساعد على البقاء. أجهزة الجسم، دلوقتي احنا اتكلمنا عن التكيف في النبات.